السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى هنعمل عصير الخشاف بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وعايزة اقول لكم ان هو من اهم العصاير اللي لازم تبقى موجودة على سفرتنا في رمضان. طبعا كل سنة وانتم طيبين. فانا نورة حسن، ولو بتشوفوني لاول مرة متنسوش بقى تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد دايما. ويلا نشوف عملنا العصير الحلو ده ازاي مع بعض. فيلا بقى بينا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة هنا كده معانا المشمش والقراصية، انا غسلاهم كويس جدا، وكمان الزبيب الذهبي، يفضل ان هو يكون زبيب ذهبي مش الاحمر، وبرده غسلته كويس جدا. تمام، هبدأ ان انا كده اقطع قطع صغيرة، في ناس بتحب تقطعه بالنص، عادي براحتك. بصي بقى التقطيع ده يرجع لك. تمام، انا هقطع كده على قد المعلقة، على قد اللي هياكل بالمعلقة الصغيرة، فاهمني؟ بس فهبدأ كده ان انا اقطع المشمش، وبعد كده هنقطع كده القراصية، وطبعا هنشيل منها البذرة كده، اوعي تقع منك بقى في العصير. بصي بقى الكمية اللي احنا هنستخدمها دي على حسب ما انت عايزة، او على حسب ما انت ما هتعملي لكام فرد، لكام شخص يعني العصير وكده. تمام، انا بصراحة بعمله يعني احنا 3 افراد، انا بعمله مثلا يبقى النهاردة ونشرب منه بكرة برضو، بس فبعمل على ايه يومين. تمام، بعمله كل يومين بس، فالكمية دي احنا بتكفينا يومين. بس عشان يعني انا ما قلتش مكونات المقادير في الفيديو كده. تمام، انا دلوقتي بعد ما قطعت المشمشية والقراصية، ضفت عليها معلقتين كبار من جوز الهند المبشورة، وكمان الزبيب اللي طبعا غسلينه كويس جدا زي ما قلت لكم، وكمان سوداني متقشر وبقسماه كده نصين مش مكسره، بقسمه نصين بس. تمام، وبعد كده هنا جبت قمر الدين وقطعت منها كده زي ما انتم ما شفتوا الكمية دي، وهبدأ ان انا اقطعها كده قطع عشوائية يعني عادي، هي هتدوب كده كده دلوقتي، هتدوب معانا، هندلق عليها مية سخنة وهتدوب معانا كويس جدا. تمام، بس فبقطع كده تقطيع عشوائي، وبعد كده هنا بقى نبدأ ان احنا نكسر البلح علشان ننضفه ونشيل منه النوى. زي ما انتوا شايفين كده هنا انا بستخدم عصارة الليمون، هي بصراحة بتسهل عليا جدا يعني، علشان طبعا انا بشيل البلح في التلاجة فبيبقى ناشف. ف يعني هي ممكن يعني لو عملته بالسكينة او حاجة هيبقى جامد جدا وممكن يعور ايدي او حاجة، فانا بصراحة بستسهل عصارة الليمون، وانصحكم كمان ان انتوا تجربوها، ولو مش عندكم ممكن بقى بايد الهون بقى كده ان انتوا تخبطوا كده عليه، تكسروه، تحطوه في كيس او حاجة وتكسروه. برضو هيسهل عليكم يعني، هو على حسب ما انتوا بقى كل واحد وطريقته، فاهميني؟ بس فانا بعمله كده، فبحس ان انا بخلص بسرعة يعني الكمية بتاعة الطبق دي كلها، بحس ان انا بخلصها بسرعة، وبشيل بقى النوى كده على جنب طبعا عشان ما يقعش برضو مني في البلح. بس وبعد كده بعد ما اخلص الكميه كلها اهو زي ما شفتوا، هاخدها بقى كده تحت الحنفيه وهشطفها كده 3 4 مرات كده كويس جدا جدا. وهنا كده كنت غسلتها هي ومصفياها من الميه، وحطيتها بقى على بقيه المكونات بتاعه الخشاف بتاعنا اهو زي ما شفتم كده. لو عندك تيم مجفف حطي تيم مجفف برضو هيبقى حلو جدا. تمام، انا نزلت هنا بالكاتل، كنت حاطه فيه ميه سخنه، مليته كله ميه سخنه. تمام، هنبدأ بقى كده ان احنا نقلب كويس جدا لحد ما، وكمان هحط عليه سكر حوالي 3 او 4 معالق كبار من السكر، طبعا على كمية المية كلها اللي حطيناها يعني، انا كنت مالية الكاتل كله مية. تمام، ما تزوديش سكر كتير لان طبعا انت حاطه زبيب والبلح ففي حاجات مسكره، فما تزوديش سكر كتير عشان ايه يعني حاولي تظبطي السكر. تمام، ويفضل ان انت تجهزيه يعني قبل الفجر يعني، مثلا عشان لو حابه ان انت تدوقيه السكر بتاعه او حاجه. تمام، بعد كده انا قلبته شويه وسبته بقى كده على جنب، طبعا الميه السخنه هتدوب قمر الدين كويس جدا. فبعد ما سبته حوالي ربع ساعة كده وكان خلاص قمر الدين دب فيه كده، بتأكد ازاي ان انا بقلب كده، فمش بلاقي قمر الدين خلاص بيختفي تماما، والمية طبعا بيبقى لونها كده اورنج كده. بس ببدأ بقى ان انا اضيف كده موز، ببقى مقطعاه كده زي ما انتوا شايفين كده شرايح. ببدأ ان انا اضيفه واقلبه بس كده، بسيبه بقى بدخله التلاجة عشان يسقع، وبعد كده بقدمه زي ما انتوا شايفين عادي بنعبيه. بنحاول ان احنا واحنا بنعبي كده الكوبايات ان احنا نحط من كل الحاجات اللي احنا حاطينها في الخشاف بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا نحط كده من العصير بتاع قمر الدين. بس كده، ده كان فيديو النهاردة سهل بسيط.
طعم الخشاف حلو جدا جدا بالطريقة دي. اتمنى ان انتوا تجربوها بإذن الله هتعجبكم عن اي طريقة تانية تقليدية او اي وصفة تانية شفتوها. عايزة اقولكم ان هو لازم يبقى متواجد معنا في رمضان على الفطار. طبعا الواحد بقى بيبقى صايم ومفيش طاقة خالص ولا سكريات ولا اي حاجة في جسمنا، فبجد الكوباية دي هتدوكوا باور جامد جدا. وكمان كل الحاجات اللي فيها مفيدة جدا لجسمنا. بس كده، لو وصلتوا معايا بقى في الجزء ده من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.